الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ريش ضاني مع ملوخية ورز، ونشوف هنعمل ايه. حطينا المية تغلي، هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط اللحمة بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. غسلينها طبعا، هنحطها كده ونحط عليها ايه؟ بصل، جزر، طماطم، ورق لوري، حبهان، بس لا ملح ولا فلفل اسود ولا الكلام دوت. ونغطيها ونسيبها لغايه ما تستوي، وبعدين نشوف هنعمل ايه. وحشتوني كتير جدا، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. خليكم معايا. بص اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. الريش اهي. هنعمل بقى جنبيها ايه؟ ملوخيه ورز، اكل بيتي خالص. وممكن نعمل لسان عصفور باذنك يا رب. واحنا مش هنعمل فيها اي افتكاسات ولا اي حاجه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم معايا، ما تروحوش اي حته. يا ريت لايك واشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد باذن الله. طبعا احنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم شوربتنا اهي دخلت في السوا. انا ما حطيتلهاش فلفل اسود ولا ملح طبعا. هحط لها دلوقتي فلفل اسود تغلي غلوه، وزودتها شويه ميه. لما لقيتها خدت الميه، انا طبعا ما بحطش الفلفل الاسود لان بحسه بيغمق في اول الشوربه، على اساس بحس ان هو بيغمق التوابل، بيغمق الشوربه. استنيت عليه لما غليت كام غلوه، لقيت الميه نقصت، زودتها وسبتها تستوي. فان شاء الله تستوي بسرعه. اهي اهي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامله ازاي. واسيبها بقى لغايه ما تستوي. الملح طبعا ما بيتحطش خالص غير لما تلاقيها استوت خالص، بتديها غلوتين مع الملح وخلاص على كده، وتطفي عليها. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي ايه؟ تغلي غلوتين واخد منها للملوخيه. خليكم معايا اهي. اديتها غلوتين، بسم الله الرحمن الرحيم. اخد بقى شويه ايه؟ شوربه اهي، واعمل بيها ايه؟ الملوخيه بتاعتنا على قد ما انا بقى عايزه. طبقين طبق يعني، الملوخيه على قد ما انا ايه محتاجه. الملوخيه انا فرزها في الفريزر، طلعتها وايه احطها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. متنسوش لايك واشتراك للقناه، فعلوا لي الجرس. نبتدي ايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بتاعتنا هنا كده الملوخيه بتاعتنا، وايه نقلبها كده ونسيبها. احنا مش مولعين عليها، تعمل ايه؟ تنزل فيها وتفك، وبعدين اوريكم هنعمل ايه فيها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. انا حطيت ايه؟ معلقه سمنه، ماشي. وهنا الملوخيه بتاعتنا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. سيبها بس ايه؟ تغلي غلوه بسيطه، ماشي. انا هحط لها بس ايه؟ حاجه بسيطه قوي يعني، رشه سكر بتخلي طعمها معسل، مسكره. وشويه فلفل، شويه كزبره ناشفه عليها كده، بس نسيبها تدي مع بعض بها عقبال ما نقلي التومه. اهي التومه اهي، هنحطها هنا. بسم الله اهي الملوخيه بتاعتنا، التومه بتاعتنا. ما تنسوش الشهقه يا جماعه بقى بتاعت الملوخيه. متنسوش لايك واشتراك، فعلوا الجرس عشان دي الملوخيه دي مش عايزه اقول لكم عليها، تحفه وريحتها جميله. اهي هنحط لها شويه كزبره بالزياده، الملوخيه بتحب الكزبره. الملوخيه بتاعتنا اهي، بصوا جمالها من غير اي حاجه، وريحتها طبعا مش عايزه اقول لكم.
ما فيهاش اي افتكاسات يا جماعه، احنا بس بنظبط الملوخيه على قد شوربتها عشان لا تطلع خفيفه ولا تقيله، تبقى مظبوطه. متنسوش لايك يا جماعه واشتراك، فعلوا الجرس، تعليقاتكم الحلوه يا ريت. مش عايزه اقول لكم وحشوني قوي بجد. وهنعمل ايه بقى كده ونقول ايه؟ بسم الله. بلاش شهقه بقى. كده حاجه بسيطه. نمسك كده بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب احطها هنا في الطاسه اهي. وارجع اقول لكم ايه، نعملها هنا كده. ريحتها بقى قلبت الدنيا ان شاء الله، طعمها يبقى جميل هيعجبكم. اهي الملوخيه بتاعتنا، ما نغطيش الملوخيه، بصوا تقولها اهو اهي، ما نغطيهاش ونسيبها كده ايه، ونبقى نغرف منها، عشان الملوخيه لما بتتغطى بتسقط تحت وبتسود. بصوا جميله وخضره والحمد لله. خليكم معايا عشان نكمل اكلتنا. حطينا معلقه السمنه عشان نعمل شويه الرز بتوعنا اللي احنا عايزينهم، كميه برضو اللي انتوا عايزينها على حسب. غاسلين رزنا ماشي. هنبتدي نعمل ايه؟ نحط الشعريه بتاعتنا. انا بحب الشعريه تبقى حلوه يعني ما تبقاش قليله، عشان الشعريه لما بتبقى قليله ما بتبقاش حلوه في الرز، بحبها تبقى كتيره. نبتدي نقلب شعريتنا كده، نكون حاطين الكاتل علشان يغلي. علشان ايه؟ هنحط الرز، بنسقي الرز بمية سخنة منها. الرز بيسرع قوي في التسوية وبيطلع مفلفل. المية الباردة بتعجن الرز يا جماعة، لكن السخنة حلوة. اهي نحمر الشعرية بتاعتنا وارجع لكم. اهي حمرنا الشعرية اهي، بس عملت ازاي. هننزل عليها بالرز. ممكن يا جماعة لو حابين تحطوا مرقة او شوربة من شوربة اللحمة او الفراخ اللي انتوا بتعملوها ماشي، تبقى اطعم برضو اهي. احنا ما بنحطش طبعا الشوربة على طول ولا اي حاجة، نحط ملحنا ونقعد نقلب لغاية ما ايه، نحس ان هو مفلفل والرز في ايدينا. على فكرة انا عملته قبل كده كذا مرة، فبس ايه بحب اعيد لكم علشان ايه تاخدوا بالكم من حاجات كده بتدي ايه طعم الرز تحفة. يعني ممكن الرز ده يتاكل من غير اي حاجة يعني. بصوا كده نحط الملح كمان. بصوا اهو حطيت شوية ملح اهو بس، ولا اي حاجة تاني. حبيتوا بقى تحطوا زي ما انا قلت لكم تعملوه ميه من الكاتل على طول مفيش مشكله. حابين تحطوا زي كده بصوا شوربه جميله كده، وتحطوا معلقه بتدي طعم تحفه للرز. ما تكتروش يعني عشان ما يبقاش طعمه تحسوا ان هو كده، لا حبه صغيرين بس كده. وتكملوا ميه من الكاتل. بصوا اهو ميه من الكاتل بتاعنا، واحنا منزلين كده بس، ونروح مغطيين رزنا يغلي ونروح موطين عليه. ما تنسوش لايك واشتراك بقى وفعلوا لي الجرس. بس نغطي وارجع لكم. دلوقتي عملت طعم لسان عصفور، حطيت شويه سمنه صغيرين قوي لان انا هكمل بشوربه، والشوربه طبعا دسمه فمش عايزاه يبقى تقيل، عايزاه يبقى خفيف على المعده. فبسيبه ايه
يتحمر وارجع لكم. وادي الرز بتاعنا اهو اوشك على الانتهاء. شوفوا ملوخيتنا خلصت ولحمتنا خلاص استوت، بس مش هندفع عليها دلوقتي طبعا. خليكم معايا هحمر لسان العصفور. اول ما يخش في التحمير كده ارجع لكم. بصوا اول ما اجي احس ان اللون لسان العصفور هيصفر اروح ضايفه. خليكم معايا الثانيه. اروح ضايفه شويه شعريه، لان انا بدل ما امسك الشعريه كنت همسك لسان العصفور تاني، لكن انا بضيف على لسان العصفور شعريه بتبقى اطعم وشكلها بيبقى جميل في لسان العصفور. بس كده ايه احمرها واوريها لكم اهي اهي عملت ازاي. كلهم بقت لون واحد. ادي اللون الذهبي. متنسوش لايك، فعلوا الجرس، اشتراك في القناه. بعدين ايه انزل عليها بالشوربه واقول لكم هنعمل لسان عصفور ازاي. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت بس كده حطينا بولتين، وبعدين ايه هنغطيه ونسيبه يستوي مع بعض، يدي غلوه ونطفي عليه. وبعدين هو بقى ايه هي استوت هتستوي لوحدها، مش هنقعد نسيبه يغلي يغلي يغلي، لا احنا كده خلاص خلصناه. وبعدين نبقى نزوده شوربه بعد ما نلاقيه استوى. بص انا استنيت لما هدي كده شويه وقلت اوريهولكم اهو اهو. مش هسيبه بقى يقعد يدي يدي يدي، لا احنا هنسيبه يغلي غلوتين 3 وبعدين نطفي عليه ونسيبه مع بعض يستوي براحته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده اكلتنا خلصت. ادي لسان العصفور، بص شكله بقى جميل ازاي. بص شكله بالشعريه تحفه وطعمه طبعا جميل. والملوخيه بتاعتنا مش عايزه اقول لكم ولا اروع اهي. الرز بتاعنا خلصان. وادي بقى انا طبعا ما حمرتش لان طبعا نظرا للظروف اللي احنا فيها بتاعت البرد والكلام دوت، انا كنتش عايزاها متحمره، انا كنت عايزاها مسلوقه. وطبعا الزيتون بتاعنا وهنعمل ايه. بص يعني ايه استوت لدرجه ان انا ايه بصوا هي هعمل لكم زي بوريك. بصوا بصوا العضمية طلعت منها على طول اهو هي والرز. تحفه بصراحه وبألف هنا وشفا على قلبكم. اكل كله الحمد لله الحمد لله يا جميل، وبألف هنا وشفا. مطبخ مريم ما تنسوش لايك واشتراك، فعلوا لي الجرس عشان يجيلكوا كل جديد.